أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم.
هذا اسمه ايش الاول؟ كامل واحمد. كامل احمد. كامل احمد berdiri aja. Example this one. Okay. Surah Yunus ayat 98. Yunus 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سورة يوسف آية 38 يوسف عربي. سورة يوسف آية 38 38 قال لا يأتيكما سورة يوسف آية 38 يوسف. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حسبك ما شاء الله تبارك الله. أحمد كامل. سورة يوسف آية رقم 35 35. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حسبك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. Please stop. خلاص okay. This one. Coba surah Al-Hajj ayat 14. Ayat 15. Surah Al-Hajj ayat 15. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إن الله يدخل الذين آمنوا يدعو من دون الله ومن الناس من يعبد ذلك بما قدمت يده ثاني عطفه ليضل ومن الناس من يجادل في أن الساعة آتية ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. حسبك ما شاء الله. الآية اللي قبلها ما شاء الله ولا أخطأ ولا في واحدة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا فتحت يعني أنا الذي فتحت وليس هو الذي فتح. مرة أخرى إيش رأيكم؟ تجربة أخرى. This one. Okay. Halaman 317. 317. Halaman 317 ayat 5 dari bawah. 1 2 3 4 5. Ayat وما أعجلك عن قومك يا موسى. حسبك. Stop. Mundur 5 halaman. 1 2 3 4 5.
Mundur 5 halaman ayat paling bawah. إني أنا ربك فاخلع نعليك حسبك Mundur 11 halaman. Mundur 11 page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayat 5 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayat kelima dari bawah. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حسبك ما شاء الله. سورة الكهف 70 آية 70 ما شاء الله. قال له بعد 10 صفحات الآية رقم 5 من الأسفل. سورة ماذا؟ كمبيوتر متنقل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أبشر ما شاء الله تبارك الله. أعيذهم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما شاء الله. طبعا أيها الأحبة، فاتني أمر وهو منبه عليه الشيخ عبد الله. أخونا جزاه الله خير أخذ هذان الطفلان من فين؟ في أندونيسيا. الحالة الفقر قوية جدا، وأنا ذهبت إلى هناك. أسر من شدة الفقر يفلتون أبنائهم في الشوارع ويتركونهم، يتخلون عنهم، فيعيشون مثل القطط عندنا بين السيارات وفي الشوارع. فيأتي بعض أهل الخير، وأنا رأيت هناك أحد الإخوة أخ حضرمي اسمه خالد باوزير، مولد في أندونيسيا، ما شاء الله، عنده بيت قاسم نصفين، نصف له ولزوجتيه ونصف عمله لمثل هؤلاء الذين يجدهم في الشوارع مرميين، يأخذهم ويربيهم عنده في البيت، يعلمهم ويدرسهم. هذان الطفلان هكذا، هذا الرجل أخذهم من الطريق، ملقى بهم على قارعة الطريق، فأخذهم فعلا أيها الأحبة. يعني يقع فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يعني هذان الشابان ما الذي الآن جاء بهم إلى هنا وكلنا الآن قد اجتمعنا عليهما؟ بينما لولا القرآن أيها الأحبة كانوا مرميين في شوارع أندونيسيا ما أحد يدري عنهم شيء، وأمثالهم آلاف. لكن القرآن أيها الأحبة رفع هذان الشابان فأتى بهم إلى هذا المكان، واجتمعنا كلنا من أجلهما، ومن أجل أيضا أبو بكر ما شاء الله. إذن حتى أبنائنا الصغار يعرفون ما معنى إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. القرآن رفع هذان الشابان أو الطفلان الصغيران وأتى بهم من أندونيسيا إلى هنا، لولا الله ثم القرآن ما جاءوا. هذا مثال بسيط والأحبة على كيف يرفع الله بالقرآن أقواما رأيناهم ما شاء الله، كلنا الآن مجتمعون حولهم. ولولا القرآن كما قلت كانوا صبية مشردون في أندونيسيا لا قيمة لهم في المجتمع. عرفتم الآن عظمة القرآن أيها الأحبة؟ والله عظمة. ولذلك أنا أقول من الموسرين معنا الآن واستطاع أن ينشئ مشروع كفالة مثل هذه ويتواصل مع بعض الإخوة في أندونيسيا، وترى لو أوجد يعني سكن أو معهد ما يكلف كثير. أنا أقول للأخ باوزير هو على قد حاله، قال والله أن الله هو الذي يطعمهم، عنده قرابة 60 شاب وشابة. دخلت العنبر هذا غرفة كبيرة، سريرين، أطفال 6 7 8 10 سنوات. والله يا أخواني على الخشب وعليهم يعني شرشف بسيط، وبعضهم طراحة في الأرض. كويس أنهم حصلوا مكان يأوون إليه فيحفظهم القرآن والسنة ويعلمهم ويدرسهم ويوكلهم ويكفلهم. ما تكلف شيء، يمكن ما تكلف ولا 3-4 ريال شهريا. كم لك؟ انظر أيها الأحبة هذه النماذج. وجزاه الله خير على أخينا اهتمامه بهذين الشابين، حتى في النوم لا ينامان إلا معه. هنيئا له والله، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إذن صدقوني يعني نحن نتقرب إلى الله في هذه الليلة، ولعلها تكون ليلة القدر. والله من يوم دخلت يا إخواني من صلاة العشاء وأنا شميت النسمات والهواء الذي يعني سبحان الله أتانا من كل مكان، وقع في نفسي أنها قد تكون هذه الليلة، وإن شاء الله تكون هذه الليلة. ويعني احتفاؤنا بهؤلاء الأبطال ما شاء الله تبارك الله في تكريم لهم. طيب أنتم تكرمون وأنا سأكرم.
ها، ومن أراد أن يكرم فليكرم. ها يعني قبل، ها تفضل.